ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى تعالى اقولكوا لو عندك شوية دهن او عندك ليا، تعالى اقولك ممكن تعملي بيها ايه هتطلعي منها خير كتير وتوفري. وهنعمل بيها كذا حاجة هتفيدنا في البيت، وهنطلع منها سمنة حلوة جدا تنفع معاكي في الطبيخ وفي اكلات كتير قوي وهتديها طعم تحفة. يلا نقول بسم الله ونبدأ. زي ما انتوا شايفين كده كان عندي شوية دهن، جبتهم وقطعتهم قطع كده صغيرة على قد ما اقدر، وحطيتهم في حلة وهبتدي احطهم على النار، على نار واطية خالص زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة ممكن كمان تستخدموا ليا برضو هتكون جميلة قوي، يعني حسب اللي موجود عندك. بعد كده هفضل سايباها زي ما انتوا شايفين لحد ما الدهن بتاعي كده يسلي كل الدهن اللي فيه او كل الدهون اللي فيه، ويبقى معايا زي ما انتوا شايفين كده الدهون يكون لونها بقى ذهبي، وما بقاش فيه منها لونها ابيض خالص، يعني كلهم يتحولوا من اللون الابيض للون الذهبي الفاتح اللي انتوا شايفينه. اهم حاجة يكون لونهم ذهبي فاتح مش غامق علشان السمنة بتاعتي ما تطلعش غامقة. بعد كده زي ما انتوا شايفين هبدأ اتخلص من الباقي من الدهن زي ما انتوا شايفين كده، واحطه بقى، ممكن احطه في علبة واشيله في التلاجة، ممكن استخدمه مع البامية او ممكن احطه مع ملوخية او مع المحشي. ممكن تقدروا تستخدموه، لو ما بتحبيهوش ممكن تتخلصي منه خالص. وزي ما انتوا شايفين كده اتبقى معايا بس الدهن بتاعي صافي خالص وما بقاش فيه اي حاجة. هبدأ بقى احط عليه كوباية من الزيت، اي زيت نباتي عادي عندك يكون نوع برضو كويس. بعد كده هحط كمان كوباية من اللبن، تقدري تحطي كوبايتين من اللبن وكوبايتين من الزيت لو انتي حابة الدسامة بتاعتها تكون اقوى كمان، لكن انا حبيت اعملها حاجة اقتصادية اكتر عشان كده اكتفيت بكوباية زيت وكوباية لبن. هبدأ بقى اقلبهم كده مع بعض تقليبة بسيطة وهسيبهم برضو على نار هادية خالص. وهحط كمان كوباية من القشطة وهسيب كل ده بقى على نار هادية خالص كده مع بعض، وهقول لكم امتى بقى تعرفوا ان هي خلاص كده جهزت معاكي. وفي الوقت ده بقى رحت جبت كده برطمان غسلته كويس وعقمته كويس ونشفته بحيث يبقى جاهز معايا ابدأ احط فيه السمنة. بصوا بقى السمنة بتاعتي هي على نار هادية زي ما هي، زي ما انتوا شايفين كده، هي طبعا لسه ما جهزتش، هي بس بدأت تفك من بعض كده وهو ده المطلوب. بصوا بقى كده الحبيبات اللي كانت في الحلة اللي كان لونها ابيض من شوية بدأ يبقى لونها ذهبي برضو فاتح اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى كده السمنة بتاعتي جهزت واقفل عليها النار. وقبل بقى ما نصفيها هنحط عليها معلقة صغيرة من الملح، انا نسيت اصورها لكم بس هي حاجة مهمة لان هي اللي هتساعدها ان هي ايه تقعد معاكي وقت اطول في التلاجة. بس كده السمنة بتاعتي خلاص جهزت، هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده هصفيها بقى من كل الدهون اللي فيها، وهحطها بقى في البرطمان اللي انا لسه منضفاه دلوقتي ومعقماه. دي بقى تقعد معاكي في التلاجة، تستخدميها في الطبيخ، تستخدميها في اكل كتير جدا، بس ما تستخدميهاش طبعا في الحلويات، ولا ينفع ان هي تستخدم في البيض او الرز، لكن هي حلوة معاكي جدا في اي طبيخ هتديله طعم حلو جدا. وبالمناسبة بواقي الدهون دي برضو تقدري تحطيها برضو في حاجة كده زي ما انتوا شايفين وشيلها في التلاجة، ممكن برضو تتحط معايا زي ما قلتلكوا كده في اي طبيخ، بيبقى طعمها حلو لو انتي عادي بتحبي الدهون في الحاجات دي وهتديها طعم حلو جدا. لو ما بتحبيهاش خلاص عادي انتي تقدري تتخلصي منها. احنا خدنا كده خلاصة الدهن كله او خلاصة اللي هي كلها، وتكوني استغليتي الدهن اللي هو اللي بيبقى جاي معانا في اللحمة والحاجات دي، وعملتي منه سمنة احسن من السمنة المهدرجة اللي بنجيبها من بره، فهي افضل منها طبعا ومضمونة وبيكون ليها طعم وريحة فظيعة مع الطبيخ والحاجات دي. بصوا بقى كده السمنة بتاعتي خلاص كانت جهزت وبردت بقى، لونها بصوا زي ما انتوا شايفين كده بيفتح شوية. وبس كده حبايبي، يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات اكتر بكتير. وبس كده حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير وباي باي.